صبحي عبد السلام وخالد فطوطة ومرتضى منصور. التلاتة نزلوا تحت المخرطة. التلاتة نزلوا تحت مخرطة إبراهيم سعيد وفين يوجعك. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. إبراهيم سعيد مسك الكرباج السوداني بتاعه المنقوع في الزيت وهات يوجعك في التلاتة: مرتضى منصور وخالد الغندور وصبحي عبد السلام. صبحي عبد السلام اللي كل ما يعمل فيديو يلقح بالكلام على ابراهيم سعيد، فقرر ابراهيم سعيد ان هو يديله من المنقي خيار ويعلم عليه. اللي بيقول على نفسه كروان، وانا معرفش هو كروان على ايه، اطلق هذا اللقب على نفسه مع انه لا بيغني ولا هو منشد ديني ولا هو مثلا بيقول تراتيل ولا بيقول قرآن ولا بيقول حاجة مثلا الناس تقول الله ده صوتك حلو. يعني لا هو معلق رياضي ولا هو مثلا مغني ولا هو مطرب ولا هو اي حاجة له علاقة بالكروانة. كروان نفسه بناء على ايه ما تعرفش، ولكن هو اطلق على نفسه كروان، وكل ما يتكلم يقول الكروان الكروان، انا كروان انا كروان، معرفش كروان على ايه وكروان بمناسبة ايه. اتكلم ابراهيم سعيد واداله حبة يعني حلوين، حبة يعني يستحقهم، واتكلم على طرد هزاز الديول خدامين المعزول من قناة نادي الزمالك اللي غرقوا نادي الزمالك، اللي ما كانوش بيعملوا حاجة غير ان هم بيطبلوا لمرتضى منصور. واتكلم كمان على خالد الغندور. خالد الغندور اللي بيلوش شمال ويمين وقال له انا مش عارف انت اصلا كنت لاعب كوره ازاي. كل الكلام اللي بتقوله ملوش علاقة اصلا بالكورة ولا يمت للكورة بشيء. انت هدفك الاول والاساسي النيل من النادي الاهلي والتقليل من النادي الاهلي وقلة الادب على النادي الاهلي. واتكلم كمان على البوست اللي نزله المعزول وقال للناس انتوا وحشتوني، انتوا يعني احنا راجعين مرة اخرى، الجمعية العمومية بتعمل توقيعات علشان نرجع مرة اخرى لنادي الزمالك. ووجه له رسالة قوية ونارية، قال له لو الناس وحشاك زي ما انت بتقول افتح الكومنتات للناس وهتعرف قد ايه انت محبوب من الناس وقد ايه الناس هترد عليك رد قوي ورد يوجعك. كلام كتير قاله ابراهيم سعيد، مش هطول لحضراتكم، مش هطول على حضراتكم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد وهو بيجلد الثلاثي خالد الغندور وصبحي عبد السلام ورئيسهم المعزول مرتضى منصور، ونرجع مرة أخرى. بس ما تنساش أخويا حبيبي الأهلاوي وأختي المحترمة الأهلاوية تدعمونا بلايك وشير للفيديو. أول مرة تشوفوني، أول مرة تخشوا قناتي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان ما فيش أي فيديو يفوتكم على قناتنا وقناتكم قناة كل الأهلاوية على اليوتيوب. ما تنسوش كمان إن أنا سايب لكم لينك القناة البديلة الأهلاوية على اليوتيوب 2. حضرتك هتدوس على اللينك، هتشترك في القناة، هتفعل زر الجرس وهتختار كل الإشعارات عشان ما يفوتكش أي فيديو، لأن احنا بننزل محتوى هنا مختلف تماما عن المحتوى اللي بينزل هنا. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. قبل ما نروح لحلقتنا بقى الاهم، ودي حاجه بسطاني قوي في الفتره الاخيره اتبسطت بيها، يعني رحيل هزاز الرؤوس من قناه الزمالك. اكتر ناس ضرت نادي الزمالك، كل اللي الناس كانت بتشوفهم سواء جماهير الاهلي او جماهير الكره المصريه او جماهير الزمالك، الناس دي ما بقاش ليها تواجد، لان الناس دي هي اللي وصلت نادي الزمالك للحاله اللي موجوده دي، ومعظمهم دلوقتي بره. بصراحه اولا هتلاقوا ممكن ما فيش احتقان زي الاول، جمهور الزمالك زعلان غضبان على الاحداث اللي بتحصل، بس هتلاقي ما فيش حد بيغلط في حد، مش حد بيتكلم على حد بخلاف شخص واحد. ومعظم الناس دي كانت لازم تمشي عاجلا كان لازم هيمشي، لان هم كانوا عمرهم ما اشتغلوا للنادي، كانوا بيشتغلوا لشخص، والشخص اللي كانوا بيدعموه هو دلوقتي اللي عامل الازمه، ازمه مستحقات، ازمه قيد، ازمه لعيبه، يعني كره سله، كره طايره، كره يد، حاجات كتيره جدا بيمر بيها نادي الزمالك في الفتره الاخيره نتيجه ان الاشخاص اللي كانوا موجودين. يمكن ناس كتيره جدا بتزعل، وكنت بتكلم دايما الناس دي عمرها ما اشتغلت في نادي الزمالك، فالطبيعي ان هم كانوا يطلعوا بره، طبيعي ان هم كانوا يطلعوا بره مش هيبقوا لهم وجود، لان هم كانوا بيقاتلوا، مش بيقاتلوا على لنادي الزمالك، هم كانوا بيقاتلوا على اكل عيشهم، على حبتهم، على هزهم لدماغهم، على كلامهم على شخص واحد. فطبيعي هيمشي، طبيعي هيمشي. هتلاقي ممكن ناس محترمه تظهر، رموز نادي الزمالك المحترمين، هتلاقي كابتن محمد صلاح، هتلاقي كابتن حماده عبد اللطيف، هتلاقي اسماء كتيره جدا ممكن تظهر في الفتره اللي جايه دي، هي فعلا الناس اللي هتشتغل لقناه الزمالك او تشتغل لنادي الزمالك تظهر بصوره محترمه. فدي اول حاجه اتاخدت ان هم الناس دي تبقى مش موجوده، لان كانوا اسباب الازمات اللي موجود بيها نادي الزمالك، طبعا من خلال يعني رحيل بعض هزاز الرؤوس. في منهم واحد كده والله يمكن انا قلت قبل كده ان انا مش هذكر اسمه لان هو مش معروف اصلا، هو بيعمل كده، هاجمني برضه اليومين اللي فاتوا واتكلم عليا. انا بصراحه يعني احتراما لكبر سنه انا مش هخش في الاطار بتاعك، لان انا اكبر من الكلام دوت. انت عمال تجيب كلام
من يمين ومن شمال، وقاعد متوتر وعمال تعمل في دماغك كده وعمال تعمل كده وكل شويه تعمل كده. ايه يا عم وترتنا؟ وترتنا ايه ده كده شويه؟ يعني عمال تتكلم ان انت مالكش دعوه بالاشخاص وبتدعم الكيان، انت بتهزر؟ انت هتضحك على الناس؟ هتضحك على الناس؟ انت بتشتغل الناس على فكره، والناس عاملين ثروان ومروان وحاجات غريبه كده انت عمال تعملها وترتنا في انت مش عارف انت بتقول ايه، انت عمال تجيب كلام من يمين. هو قصده على صبحي عبد السلام اللي بيطلق على نفسه كروان، وهو ما عرفش يعني ايه اللي كروانه، اللي هو مطرب ولا منشد ولا بيقول مثلا تواشيح ولا بيقدم مثلا وصوته حلو، بس بيطلق على نفسه كروان وبتدعم مش عارف مجلس اداره وعمال تتكلم كانك انت اللي هتصلح نادي الزمالك. ده انت خربت نادي الزمالك، ده انت جبت نادي الزمالك اجله. انت والناس اللي مشيت دي كلها اللي عاملين يعملوا كده والله. وانا ما اعرفش في ناس بتقعد تخش لك، عايز تقول هتكلم صحابك او قرايبك او حد من الاسره اللي انا مش هتكلم فيها، لان الموضوع ده سهل جدا ان انا اتكلم فيه واديك على دماغي. بس بصراحه الحاله اللي انا شفتها يمكن حد بعض الاصدقاء بعتوا لي فيديو ليك حقيقي بجد بصراحه انا والله صعبت عليا. حاله التوتر اللي انت فيها، عمال تعمل كده وعمال تعمل كده وعمال تعمل كده. ايه يا عم في ايه؟ مالك؟ اهدى كده شويه. اهدى شويه. اهدى شويه والله موضوع غريب جدا. كده وكده وكده وعمال ايه؟ يعني صفي النيه شويه، صفي النيه شويه، خليك كده ايه، عشان انت حالتك بصراحه بقت صعبه قوي. عمال موضوع هز الدماغ ده تعبك نفسيا، وكلنا والناس كلها فهمتكم على فكره، لانك انت عمرك ما اشتغلت للنادي. دلوقتي انت عايز بتتمحك في اي حد، استاذ حسين لبيب او اسماء اللعيبه، ولا كلمت وعملت ولا كلمت ولا عملت ولا حد اصلا هتلاقيه رد عليك، كلهم عملوا لك بلوك، وهتلاقي اصلا كلهم كنسلوا في وشك. ده انت خربت النادي انت والناس اللي الثانيه اللي مشيت دول. فانا برضو ما زلت هحترمك كراجل كبير، هحترمك كراجل كبير، لان الصراحه الحاله اللي انا شفتك فيها دي انت صعبت عليا. هنروح لموضوع بقى مهم جدا، وهو بندق في الفتره الاخيره يعني طبعا بعد رحيله من قناه الزمالك عمال يلوش بقى، عمال يقول اي كلام. انا بصراحه يا بندق انا ما اعرفش انت كنت لعيب كوره ازاي. يعني الكلام في الفتره الاخيره انا مقدر الحاله المعنويه والحاله النفسيه اللي انت فيها، لانك انت خرجت بره الاطار ومشوك وطردوك بره القناه، فعمال تلوش بقى، عمال تجيب هنا كلمه هنا وكلمه هنا. انا مقدر بصراحه، لان الحاله اللي انت فيها صعبه، حاله صعبه. بس اللي مستغربه اكتر انت ازاي كنت لعيب كوره. المفروض لعيب الكوره ده النجم زي ما بيتقال، ما اعرفش تاريخ بطولاتك ايه ولا عملت ايه، لما بيقولوا ان انت الكابتن التاريخي. يعني انا ما اعرفش الكابتن التاريخي بناء على ان اساس ده الاسلوب بتاعك والطريقه بتاعتك ما تدلش ان انت كابتن خالص، سواء حتى وانت لعيب سواء حتى وانت موجود في القناه. كلامك كله على الاهلي ومشكله الاهلي، وعلى موضوع ان ازاي الاهلي يشارك في الدوري الافريقي. ايه ده؟ الكلام كله مادي على فكره. دي تحسب للنادي الاهلي ان هو اول فريق مصري يشارك في البطوله دي، حتى لو البطوله دي ما اتكررتش تاني. اولا النادي الاهلي هيستفاد منها ماديا، هيستفاد منها تسويقيا، هتضاف لتاريخه سواء حصل عليها او ما حصلش، لان في الكوره ما تعرف لهاش، يعني كل حاجه بتبقى توفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس انا متاكد 100% ان مشاركه النادي الاهلي في البطوله دي اولا بترفع اسمه تسويقيا، هيستفاد من ناحيه تسويقيه، هيستفاد من ناحيه ماديه، هيستفاد حتى من السبونسر، من الانتقالات. انا بس هرد عليك في حاجه، ان مشاركه النادي الاهلي تواجده بس ان كل مباراه بخلاف الرعاه بخلاف السبونسر بخلاف النقل التلفزيوني، ان كل مباراه هيلعبها هيحصل على 700,000 دولار، بخلاف ان هو اول نادي مصري مشارك. هنرجع بقى لحته اهم، انت بتتكلم في ناحيه ماديه. طب ما انت سبت القناه ساعه نادي الزمالك لما كان بيشارك في البطوله العربيه، سبت القناه عشان تروح تحصل على دولارات او تحصل على فلوس او على مقابل مادي. المدير الفني بتاعك نفسه او مدير الفني لنادي الزمالك سابك في وقت حرج، انت عندك مباراه بعد حوالي 10 ايام، سابك 5 ايام عشان بحجه، انا ما اعرفش ازاي بصراحه، بحجه ان هو راح يعمل محاضرات. سابك قبلها ب5 ايام، وكمان بخلاف كده ان هو مش هيشارك، يعني مش هيشوف حتى اللعيبه في المباراه الوديه اللي امام السكه الحديد. ما كل ده برضه عشان الفلوس. فانت ليه عمال دايما بتقلل من النادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي؟ طب نادي الزمالك لو كان شارك كان هتقول نفس الكلام ده؟ كنت هتقول نفس البقين اللي انت بتطلع تقولهم دول؟ او ليه دايما التقليل من شان النادي الاهلي؟ اولا النادي الاهلي كبير، يعني مهما الناس اتكلمت عليه ومهما قالوا عليه، فالنادي الاهلي كبير ببطولاته، كبير بتاريخه، كبير بمشاركاته سواء في كاس العالم للانديه، مؤخرا حتى شارك في كاس العالم للانديه. والنادي الاهلي يمكن كبير بجماهيره يا كابتن ابراهيم. جماهير النادي الاهلي تعد ب 85 مليون في مصر بس. يعني جماهير النادي الاهلي بتسد عين الشمس، ده عين الشمس وعين القمر وعين كل الكواكب اللي موجوده في المجره. هينتظر المباراه اللي هي ما بين اتحاد جده السعودي واوكلاند سيتي، دي برضه هتضاف لتاريخ النادي. حتى مشاركه كاس العالم للانديه الموسم اللي جاي النادي الاهلي هيشارك فيه. ما كل ده تاريخ. ما كل ده تاريخ بيضاف للنادي الاهلي ويضاف للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. انا اللي مجننه اصلا واللي متجنن منه ان انت ازاي لعيب كوره والناس بتسمعك. انت بصراحه انت يعني بتحاول توصل للجمهور كده في كده
في اخفاقات عايز تبين نفسك دايما ان انت صح. انت بتضر نادي الزمالك وصورتك اللي انت بتوصلها للناس دي وكلامك اللي انت بتقوله، انت عمرك ما اشتغلت نادي الزمالك. عمرك ما اشتغلت نادي الزمالك، بالدليل انت بتتكلم في ناحيه ماديه. يا اخي طب ما الناحيه الماديه ما تسلمها بطوله، البطوله هي اللي هتجيب لك الناحيه الماديه، هي اللي هتجيب لك الفلوس. فطبعا انا يعني طبيعي ان انا هبقى يعني متابع الاخبار والكلام اللي بيحصل ده، بس بصراحه انا ما اعرفش انت لعبت كوره ازاي. طبعا وانا بتكلم معاك وجالنا خبر عاجل غريب شويه بصراحه عايز اتكلم. طبعا امبارح في بوست كده غريب من مستر اكس مرتضى منصور امبارح نزل بوست يعني خد كميه ها غير طبيعيه. اولا البوست غريب جدا، بيشكر الناس وبيشكر اعضاء الجمعيه العموميه، وفي كده كلام ان هو في توقيعات من الجمعيه العموميه لعودته رئيسا لنادي الزمالك. يا جدعان يا جدعان بقى كفايه، انت ما بتزهقش انت ما بتزهقش. ايه ده؟ كفايه بقى، كفايه نادي الزمالك اتدمر بسببك وبسبب اولادك وبسبب تواجدك ومشاكل وعقود ووقف قيد وغرامات واللعيبه ما خدتش مستحقاتها وفلوس دخلت مش عارفين راحت فين ولا جت منين. نادي الزمالك في ازمه كبيره جدا، وهتقعد بقى تقول وحشتوني وحشتوني. مين اللي وحش؟ طب ما دام اللي وحشوك كده وفي حب والحمد لله على نعمه الحب بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي زرعه في القلوب والحاجات اللي الغريبه اللي انا شفتها في البوست دي بجد يعني. حب ايه؟ طب ما تفتح الكومنت افتح الكومنت ده. الناس امبارح يعني جمهور الزمالك، انا طبعا مقدر جمهور الزمالك بصراحه بالزعل وبالغضب اللي موجود، حقهم. ويمكن انا واحد بتهاجم الواحد طلعان عيني في بقالي سنه ونص اهو، بس في الاخر هي دي كوره. دايما بقول وجهه نظري، ممكن ناس تزعل وممكن ناس تتضايق وممكن ناس تزعل مني وناس تهاجمني، بس هي ده كده. بس الحمد لله انا عمري ما قفلت كومنت، ولا عمري عملت بلوك لحد، ولا عمري عملت بان لحد، او لغيت كومنت معين موجود عندي على صفحاتي او البيجات او تويتر او فيسبوك او حتى انستجرام او حتى اليوتيوب. لان في الاخر هي دي كوره، لازم تتعلم ولازم تشوف الناس ايه تعليقات الناس. الناس بتغلط والناس اللي يتكلم. انا بالنسبه لي عمري ما هقفل كومنت، لان الغضب ده وارد وبتعلم وبشوف انا صح ولا غلط. الحمد لله من ساعه ما بدات يمكن في الميديا، من بدايه بقالي يمكن دلوقتي حوالي 7 سنين اهو، بحاول صريح مع الناس، صريح مع نفسي وصريح مع الناس وواثق في نفسي وواثق في ربنا سبحانه وتعالى ان دايما طول ما انا بتكلم على حق انا مش هخاف. واللي يزعل يزعل، ويمكن دي عملت لي مشاكل كتيره جدا بقى تخش بقى وزرع الحب وزرع الحاجات. لا افتح الكومنت. انا اعرف ان البني ادم اللي ما بيخافش، انت دايما كنت بتقعد تقول انا اسد ودرع وسيف وحاجات اللي هي الغريبه اللي احنا كنا بنسمعها في الفتره الاخيره اللي خلت نادي الزمالك يخش في دوامه. افتح الكومنت، افتح الكومنت، شوف الناس بتعلق بتقول ايه، شوف غضب جمهور الزمالك، شوف المصيبه السوداء، وشوف المشاكل اللي انت عاملها لنادي الزمالك انت واولادك. غريبه جدا بصراحه. بوست ملوش اي لازمه، بوست ملوش ابعد عن النادي حقيقي بجد. انت خليت النادي الزمالك بقى الناس بتضحك والناس بتتكلم عليه، مش في مصر بس، حتى في الوطن العربي. خليت نادي الزمالك يتاخر كتير جدا في البطولات وفي الدوري وفي بطوله افريقيا وحتى يمكن الفتره اللي جايه حتى نادي الزمالك ممكن وارد ان ما يبقاش موجود في الكونفدراليه، لان الظروف اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده بتاعت اللعيبه طبيعي ان انت مش هتأدي كويس، لان في مشاكل متاخره، في مشاكل مديونات، في صفقات ما لهاش اي لازمه اضافت لنادي الزمالك اللي انت عملتها انت واولادك، ودايما ولادك ودايما امير ودايما احمد ودايما حاجات كده. الواحد بصراحه يعني كلنا بنحب ولادنا، بس لو بتحب نادي الزمالك ابعد حقيقي، ابعد. الناس خلاص اتخنقت، والحاله اللي انت عاملها بالسب والالفاظ اللي الواحد بيشوفها دي سببك. انت خليت الناس بدل ما كانوا بينسفوا على بعض، كان دايما في ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بيسفوا على بعض، بيتريقوا على بعض، في منافسه. انت خليت يعني كم كبير جدا من جمهور نادي الزمالك بقى يغلط ويشتم وعراض، حتى مش على ابراهيم بس. الكلام ده وصل حتى لرموز النادي، وصل لاسماء كبيره جدا للنادي، لاسماء لعبت للنادي، التاريخ للنادي. ارحم الناس وابعد. وحشتوني ايه؟ كلمه وحشتوني دي غريبه جدا بصراحه. يعني وحشتوني ايه؟ مش فاهم. اكيد اللي وحشك هزاز الرؤوس اكيد هم دول اللي وحشوك بصراحه. هم كانوا بصراحه هم اللي يعني اللي معاك بصراحه مدعمينك. كلهم بره دلوقتي. امشي اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره والله بجد امشوا. مين دول اللي انت جبتهم ومين دول اللي انت دخلتهم النادي ومين دول الاسماء اللي دخلت على الساحه الرياضيه في القناه؟ نادي الزمالك اسم كبير، نادي الزمالك يستحق مكان اكتر من كده. للاسف انت واولادك دمرتوا النادي، دمرتوا النادي. عمركم ما اشتغلتوا لمصلحه النادي، بتشتغلوا لمصالحكم الشخصيه وصفقات على حسب الاهواء ومصالح وحاجات كده يعني معروفه. وكمان كم الفلوس اللي انت عمال تتكلم فيها، الفلوس ما فيش فلوس في النادي. الفلوس اللي دخلت نادي الزمالك دي راحت فين؟ والمستحقات واللعيبه وكره اليد وكره السله وكره القدم. نادي الزمالك متدمر، نادي الزمالك متدمر. ابعد. لو انت فعلا بقى شايف الحب بتاع الناس افتح الكومنت افتح الكومنت، هتشوف بقى الكومنت، هتشوف الحاجات الحلوه اللي يعني فعلا قد ايه هتعرف الناس بتحبك، الناس يعني بتموت فيك الناس بتعشق. يا عم ابعد بقى، ابعد بقى خلاص بقى، ما حدش بياخد زمن وزمن غير. وكمان عايز تدخل ولادك دول برضه خربوها على فكره، سواء في كره اليد او في كره الطايره او حتى في الصالات.
ما لهمش علاقه بان هم يقعدوا على المكتب، واحد منهم ما بيصحاش اصلا بدري، الاثنين اصلا ما بيصحوش بدري ولا اصلا يعني شايفين قدامهم. فايه الاضافه اللي هيعملوها لنادي الزمالك؟ خلي نادي الزمالك بقى يرجع تاني ويرجع ينافس ويرجع للبطولات تاني، ويمكن حتى من خلال المشاكل اللي عملها مرتضى واولاده ما زالت المشاكل دي مستمره. من حتى من رموز النادي اللي الواحد بيقدرها وبيحترمها، واسماء كبيره جدا على فكره. بس انا قلت امبارح في الفيديو، ابراهيم سعيد وصل لمرحله النضوج في كل شيء، في طريقه كلامه، في اسلوبه، في طرحه، في تفكيره، في المواضيع اللي بيتكلم فيها. يعني خالد الغندور تفرغ تفريغ تام او تفرغ تام لان هو يتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه مشاكل كذا، النادي الاهلي فيه مش عارف ايه، النادي يا عم بص على المصايب والكوارث اللي حصلت في نادي الزمالك. لا، انا هتكلم عن النادي الاهلي وهقول النادي الاهلي فيه كذا وفي كذا وفي كذا. النادي الاهلي مرضيش يشترك في البطوله المحليه عشان عايز يروح يشترك في البطوله اللي تجيب له دخل اكبر. يا ابني دي بطوله عالميه وبطوله قاريه، هبص هشترك فيها ولا اشترك في الدوره الرمضانيه المسماه بكاس الرابطه؟ كاس الرابطه اللي ملهاش لازمه. يعني بالعقل كده وبالمنطق ايه اللي هيخليني اروح اشترك؟ زي ما كان يعني زي ما النادي الاهلي اعتذر عن المشاركه في كاس الرابطه وكان هيتجنن وازاي النادي الاهلي يشارك في كاس الرابطه ويفضل دوري ابطال افريقيا عن الرابطه. يا ابني يا حبيبي ما دوري ابطال افريقيا اهم من الرابطه. الكاس الرابطه اللي انتوا اصلا خرجتوا منها، النادي الاهلي ساب لكم مساحه ان انتوا تاخدوا بطوله، ما عرفتوش تاخدوا البطوله وخرجتوا منها. فاداله شويه حلوين، وادى صبحي عبد السلام برضو شويه محترمين، لان صبحي عبد السلام دائما وابدا بيقل ادبه على يعني ابراهيم سعيد وغير ابراهيم سعيد، وبيقول لك احنا بنشتغل للكيان، احنا عمرنا ما اتكلمنا. ده انت كنت اكتر مطبلاتي، ده انت كنت اكتر واحد بتقل ادبك على النادي الاهلي ارضاء لمرتضى منصور. ده انت يا راجل مره قلت النادي الاهلي واخد 43 دوري او 42 دوري، 40 دوري مشكوك في امرهم و40 دوري مشبوهين، و2 دوري النادي الاهلي واخدهم بالحكام واخدهم بالمجامله. انت اللي قلت الكلام ده. ده انتوا كنتوا بتطلعوا اوسخ ما فيكم على قناة نادي الزمالك ارضاء لمرتضى منصور. يا راجل ده انت مرة يعني ده انت كنت بتتلذذ او بتتفنن ازاي تكذب عشان ترضي مرتضى منصور وبتقل ادبك على النادي الاهلي. يا راجل ده انت مرة قلت النادي الاهلي يروح يعمل معايشة انت وخالد، انت والواد ايهاب فرخة، قلت النادي الاهلي يروح يعمل معايشة مع مرتضى منصور عشان يتعلموا فن الادارة. وبمناسبة فن الإدارة، الكابتن ابراهيم سعيد راح لمرتضى منصور قال انت وعيالك غرقتوا النادي، عيالك اللي بيصحوا بعد الظهر ومش شايفين قدامهم بيغرقوا النادي في ديون وفين الفلوس اللي راحت وفين الفلوس اللي دخلت وفين العقود وفين. مرتضى خربها وقعد على تلها، مرتضى خربها حرفيا. ومع ذلك يطلع يقول لك انتوا وحشتوني وتحداه. قالوا لو الناس وحشتك بجد افتح الكوميك وشوف تعليقات الناس عليك هيكون شكلها ايه، لانك انت يعني خربت النادي وجماهير النادي الزمالك مش طايقاك، لان انت غرقت النادي في الديون لكل الناس، للضرايب وللميه وللغاز وللاوقاف والاتحاد الكوره واتحاد الطايره واتحاد السله وللتأمينات الاجتماعية. ده انت عليك 1,200,000,000 ديون للضرايب بس. يعني نادي الزمالك عليه يعني بتاع حوالي 5-6 مليار ديون للعيبة ولدى الفيفا وايقاف خطف. يعني مرتضى خربها هو وعياله، ومع ذلك منزل بوست يقول لهم انا في توقيعات جاياني من الجمعية العمومية عشان نرجع تاني لنادي الزمالك. يا عم مين ترجع فين؟ ترجع فين يا عم؟ ما خلاص، ما انت خربتها وحتى الحديده اللي يعني جبت نادي الزمالك عليها خدتها في ايدك وانت ماشي. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.